الخبر الاول اللي عدنا عن نور ستار وليش هي متضايقه والمسابقه اللي سوتها. فنور ستار نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي تقول بيه انه نفسيتها زفت هذه الفتره بصراحه، وبما انه وصل 17 مليون حابه انه تسوي مسابقه انه اي شخص راح يضحكها راح تنطيه $100. الصراحه ما ادري شنو قصه اليوتيوبر ان نفسيتهم تعبانه هذه الفتره وانه قاطعين عن السوشيال ميديا. الصراحه اللي يعرف يكتب لنا السبب بالكومنتات، اكتبوا لنا توقعاتكم وتحريات. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر. فاول يوتيوبر اللي عدنا هو وسام تيكتو بيسان. فوسام نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري يحمس بيه المتابعين للمقطع راح ينزله باكر، وجاء مكتوب الصوره مصغره من نوع اعتراف بالحب اول بيناتهم. فاتوقع صراحه انه المقطع راح يكون مقطع اسئله او مقطع اعترافات، يعني راح ينزل الساعه 5 على قناه فافنبولي. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهي اسو واعلانها عن اغنيتها الجديده. اسو نزلت هذا المقطع على قناتها واللي كتبت عليه تعليق وثبتته، وهذا التعليق كانت كاتبه بيه حطوا لايك على مود اسوي اغنيه. طبعا التعليق حاليا محصل 2600 لايك، فروحوا كلكم حاليا حطوا له لايك وخليها تنزل اغنيه جديده. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات قد انتم متحمسين لهذه الاغنيه او لا. الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم المتابعين على نارين بيوتي بسبب تنزيلها هذا الستوري اللي نوعا ما سبب صدمه وتهجم. فالستوري صراحه كان نوعا ما غريب. اول شيء ملابسها كانت غريبه، وثاني شيء كان رقصها ايضا يعني غريب. ولكن صراحه كنا شويه بالغوا بالموضوع، صاروا يقولون ان هي سكرانه كانت بالستوري مثلا. هو صراحه الستوري نوعا ما غريب، ما ادري صراحه. اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بهذا الستوري، شو رايكم بالتهجم تستحقه او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن حرب اللي صايره بين اليوتيوبر. بالنسبه للاشخاص اللي ما يعرفون شنو اللي صاير، فشبكه اي تي بالعربي مسويه مسابقه انه مسويين تصويتات للافضل، كافضل مغني، كافضل ممثل، كافضل يوتيوبر من هذا الكلام. وطبعا الاشخاص هم اللي يصوتون من يريدون. فهوايه من المشاهير اللي يطلبون من متابعيهم انه يصوتوا لهم، منهم انس اللي نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي يتمنى بيه انه يصوتون عليه، اللي هو انس واصاله كافضل كابلز ب 2020 اللي هو يتحدى بالقنوات العاليه الثانيه. ونفس الشيء احمد ابو الرب اللي نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات هم يطلب بها من المتابعين انه يصوتوا لك كافضل شخصيه باليوتيوب. اكتبوا لنا يا حبايبي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، ومن تشوفون اكثر شخص يستحق هذه الجائزه من بين الاشخاص المرشحين. بس والله هنا وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك، تشتركوا بالقناه عشان يكون في زي مقاطع من المملكه القصص. وبس مع السلامه.